أنا إسماعيل ياسين. اسمي بالكامل إسماعيل ياسين إسماعيل علي نخلة. والدي كان صائغ ساري في شارع عباس في السويس، ووالدتي توفت وأنا في سن صغير. اتعلمت في الكتاب، بعدها دخلت المدرسة الابتدائية لحد السنة الرابعة. بعدها بفترة شركة مجوهرات والدي فلست بسبب سوء الإدارة، وتراكمت عليه الديون واتسجن، وبقيت لوحدي، وحياتي كلها مشاكل مع مرات أبويا. سبتها وعشت مع جدتي اللي كان طبعها قاسي جدا، وكانت بتعيشني على وجبة واحدة في اليوم. وعشان أعرف أعيش اشتغلت منادي في محل قماش، ومع الوقت الدنيا ضاقت بيا. ولما وصلت ل17 سنة أخدت من جدتي 6 جنيه وهربت على مصر عشان أقدر أجري ورا حلمي، وهو إني أبقى مغني. من فرحتي بالفلوس ضيعتها في أيام بسيطة، لأن عمري ما كان معايا مبلغ زي ده.